بيبدأ المسلسل بشخص اسمه ديفيد وهو راكب القطر مع أولاده في طريقهم لمدينة لندن، وبيكون ديفيد جندي من اللي شاركوا في حرب أفغانستان، وبعد ما رجع من الحرب بقى ضابط شرطة، وبسبب كل اللي شافه في الحرب بتكون حالته النفسية وحشة جدا، ورغم كده هو بيحاول يتماسك علشان أولاده وعلشان يقدر يكمل حياته. وأثناء ما هو في القطر بيحس إن في حاجة غلط بعد ما بيلاقي مسؤولة الأمن في القطر مرتبكة وخايفة شوية، فبيطلب ديفيد من واحدة من الركاب تاخد بالها من أولاده، وبيروح لمسؤولة الأمن وبيعرفها بنفسه وبيسألها لو في أي مشكلة، فبتقول له هي مرتبكة إن جالهم بلاغ إن في إرهابي هيفجر القطر، وعلشان كده هم قرروا يوقفوا القطر في محطة مهجورة قبل محطة لندن، وإن هم هيتصلوا بوحدة مكافحة الإرهاب علشان يستنوهم في المحطة دي ويتعاملوا هم مع الموقف. لكن ديفيد بيقول لها إن لو القطر وقف في محطة قبل محطة لندن هيحس الإرهابي إن في حاجة غلط وهيفجر القطر فورا، وعلشان كده بيقرر إن هو هيتعامل مع الإرهابي بنفسه ويمنعه من تفجير القنبلة. وبعدها بنشوف ديفيد وهو راجع للبيت هو واولاده بسلام، وما بيكونش فيهم اي خدش، وده بعد ما ديفيد دخل في مفاوضات مع الارهابي وقدر يقنعه بتسليم نفسه من غير اي مشاكل. وبيجي تاني يوم وبيروح ديفيد يتكلم مع مديرته في الشغل بعد ما طلبت تقابله، وهناك بتقول له المديره ان هي عرفت باللي حصل امبارح في القطر، وان هي فخوره جدا بشجاعته وتعامله مع الموقف بذكاء، وعلشان كده هي قررت ترقيه وتعينه الحارس الشخصي لوزيره الداخليه واللي بيكون اسمها جوليا. فبيشكرها ديفيد على الترقيه الغير متوقعه دي وبيستأذن منها وبيمشي، وبيرجع ديفيد على بيته وبيبحث عن جوليا وزيرة الداخلية، وبيبدأ يعرف عنها معلومات قبل ما يبدأ يشتغل معاها، وبيعرف ان هي مش اي وزيرة والسلام، وبيعرف ان هي ليها آراء وتصريحات خطيرة جدا، وبسبب آرائها وتصريحاتها دي بيكون ليها أعداء كتير. فبيتأكد ديفيد ان مهمة حراسة الوزيرة جوليا مش هتكون سهلة. وبيجي تاني يوم وبيجهز ديفيد نفسه وبيروح يستلم شغله، وبيقابل جوليا وبيعرفها بنفسه وبيقول لها ان هو الحارس الجديد بتاعها، وبيطلب منها ان هم يبدأوا يستخدموا المدخل اللي تحت الارض علشان ده امان شويه عن المدخل الرئيسي. لكن جوليا بتعامله بتكبر وما بتردش عليه وبتسيبه وبتمشي، فبيستغرب ديفيد من تعامل الوزيره معاه لكن ما بيهتمش قوي، وبيقرر يكمل شغله وخلاص. وبيفضل ديفيد يأمنها في كل مكان تروحه على مدار اليوم. ولما بتخلص جوليا كل المشاوير وبترجع للبيت بيروح ديفيد معاها وبيأمن لها البيت احتياطي لحد ما بيجي حبيب جوليا للبيت وبيكون اسمه روب، فبيسيبهم ديفيد مع بعض وبيمشي. وبيرجع ديفيد لبيته وبيتصل بمراته فيكي لكن هي ما بتردش، وده لان بيكون في خلافات بينه وبين فيكي، والخلافات دي مخليهم منفصلين عن بعض بشكل مؤقت. وبيجي تاني يوم وبيروح ديفيد لشغله وبتكون جوليا وراها لقاء تلفزيوني، وبيكون هو معاها علشان يأمنها. لكن قبل ما يبدأ اللقاء في جرسونة بتوقع المشروب على قميص جوليا بالغلط، وعلشان كده بيتدخل ديفيد على طول وبيقلع القميص بتاعه وبيديهولها علشان تقدر تعمل اللقاء. فبتبدأ هنا جوليا تغير وجهة نظرها عن ديفيد وتبطل تعامله بتكبر وتعالي، وبتروح جوليا تعمل اللقاء التلفزيوني وبتتكلم في اللقاء عن الحرب